اهلا بكم مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امنتكم كده امانه قبل ما نبتدي الفيديو انزلوا كده صلوا على الرسول واكتبوا لي كده كومنت حلو، وما تنسيش تحط اللايك لان اللايك مهم جدا جدا وانتوا كالعاده بتنسوه. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعد. عايزه اقول لكم النهارده صباح الفل جدا وصباح الخير جدا وصباح الياسمين جدا وصباح الرزق وصباح الخير وصباح كل حاجه حلوه. عارفين صاحبة الإطعام اللي كانت بعتالي عاملة الوجبات يوم ما كنت عاملة مكرونة بشاميل وعاملة جنبها بانيه، ويعني كان يومها ما شاء الله كان حلو. بعتت لي قالت لي يا ام احمد انا عايزاك تجيبي لحمة وتوزعيها كده عشان خاطر انا لسه في المستشفى مع امي وايه، وخلي الناس يدعوا لي كده. فبالله عليكم برضو ادعوا لها في الكومنتات عشان هي تشوف الكومنتات وتشوف الفيديو وتحس كده ان احنا بجد حاسين بيها وحاسين بقعدتها في المستشفى بقالها فترة كبيرة، وربنا يشفي لها والدتها يا رب. ربنا يلبسها ثوب الصحة والعافية وتقوم منها بألف سلامة يا رب، مجبورة الخاطر، ويعوضهم كل خير يا رب عن قعدتهم في المستشفى، وتطلع منها كده وهي في أحسن حال. اللهم أمين. فادعوا لها كده ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم أمين. عايزة أقول لكم إن واحدة تانية برضو حبيبتي كانت بعتالي أجيب 2 كيلو لحمة انصاص وأوزعها. بعتالي الفلوس بصراحة بقالها أسبوع او 10 ايام. بس الاسبوع اللي فات رحت اجيب اللحمه او صحيت متاخر، فما رحنا نجيب اللحمه لقينا اللحمه خلصت. فقلت بقى المره دي والله صحيت والعيال لسه نايمه بدري، ولبست ونزلت جبت اللحمه. صحيت بس احمد قلت له تعالى علشان خاطر انا مش هقدر اشتري حاجه عشان انت تشتلها لان المحل بعيد شويه. طب السوق حتى بقاوح وبروح اشتل بس بقى قريب، انما المحل بعيد وانا ما اقدرش اشتل حاجه وامشي مسافه كبيره. يعني بالنسبه لي اما بشتل حاجه بفضل تعبانه طول اليوم. فربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض اللهم امين. عايزه اقول لكم الصحه يا ولاد نعمه كبيره قوي. حافظوا على صحتكم، حافظوا على صحتكم بجد على قد ما انتوا قادرين. اللي يقولك يا اختي انت خايفه على نفسك، خافي على نفسك، خافي على صحتك، خافي تشيلي وتحطي، خافي تحركي حاجه تقيله من مكانها، خافي تشتري الانبوبه. بجد البنات الصغيرين اللي لسه متجوزين، البنات اللي لسه مخطوبين، لو في حد بيتابعني، لو انت لسه بنوته، وفري صحتك لان الست مش زي الراجل. الست بتحمل وبتولد وبترضع بتربي، وده اهلاك للصحه. يعني الحمل والولادة وفيتامينات ومعادن كتير قوي قوي بتنقص من صحتك. مش مجرد ان انت بس عشان حملتي ولد، لا، في بجد فيتامينات كتير ومعادن كتير وكالسيوم وحاجات كتير قوي بتنقص من جسمك وقت الحمل ووقت الرضاعة ووقت الولادة، فبتأثر على صحتك. يعني بتقلل من مجهودك وبتقلل من مناعتك وبتقلل من صحتك. فانت وفري نفسك على قد ما انت قادرة علشان ما تجيش كده على سن ال30 زي خالتك ام احمد وتلاقي نفسك اتكسحتي ايد ورجل، وتلاقي نفسك ما عدتيش قادره يا اختي لا تشتري ولا تحطي ولا تعملي. والله كان بيتقال كتير، مش هقول لكم يا ريت كان حد نصحني بس انا مخي وسخ. كان بيتقال كتير ما تسوقيش ما تشتليش ما تحطيش، وانا اتجضع في الحاجه وازقها وافك اوضه النوم الكبيره والدولاب حته حته وانقله من اوضه لاوضه واركب. ما انا ابويا نجار بقى وفاهمه في الشغلان، وافك الدولاب وافك الصمويل واركب الدولاب وازق واشتال واحط، وانا كنت لسه في العشرينات. كل ده جه على جتتي. يعني ما تفكروش بس ان موضوع الشغل وما الشغل، لا، انا طول عمري بقاوح كده واشيل الانتريه من هنا وادي هنا، واشيل الكرسي ده من هنا وادي هنا، واشيل البوفيه من هنا وادي هنا، واشيل الكنبه. انا يمكن ما عدتش بعمل كده لان ما عدتش اقدر اعمل كده. انما الاول كنت عماله اهلك في نفسي واهلك في صحتي وازق واشيل واشتال واطلع انابيب وانزل انابيب وناحي في نفسي. لما بعيد عنكم ويا رب وعن السامعين هلكت نفسي. فانت لو لسه فيكي نفس حافظي عليه لان ولادك اقل حاجه عايزالك 20 سنه. اما العيال دي تربيهم ويتجوزوا وتقولي خلصت من مسؤوليتهم وخلصت من تعبهم وخلصت من الغسيل وخلصت انت عايزالك 20 سنة كده تحافظ على نفسك فيه. باجي ادور على الناس اللي فعلا محافظة على صحتها الاقي عندهم 60 و65 سنة، واللي يشوفهم يقول ده صبايا. الناس اللي هلكت نفسها من ساعة ما كملوش 60 سنة وتلاقوهم اللي يشوفهم يقول ده عندهم 100 سنة. لا بالشكل ولا باللبس، الصحة
بجد الصحة نعمة كبيرة، فحافظوا عليها على قد ما انتوا قادرين. ودي نصيحة بجد مني، حتى لو انت متجوزة وعندك ولاد وبتشيلي وبتحطي وبتعملي، ان شاء الله ما حاجة اتشالت، ان شاء الله ما حاجة اتعملت. شوفي يوم جوزك يكون موجود فيه وخليه هو اللي يشتري الحاجات التقيلة ويودي وجاي. تقولي ما بيسألش فيا، بيسيبني ويمشي. ما تعمليش، بجد ما تعمليش، سيبيها ما تعملها. اللي مش عايز يشتري مش عايز يحط، سيبيها ما تعملهاش. لا تزقي حاجة تقيلة، ولا تشتري حاجة تقيلة، ولا تشتري انبوبة من تحت تطلعيها، ولا تحركي كنبة تقيلة من مكانها وتقعدي تتجضعي وتزقي فيها، ولا تحركي بوفيه كبير ولا نيش ولا. سيبي اللي محطوط محطوط. بتخنق ما بطقش ما احنا كنا كلنا بنقول كده. هل الوقت ان انا اتعتع حاجة من مكانها؟ انا ما بنضفش الا ولادي موجودين. انا ما اعرفش ازق الكنبة من مكانها، ما اقدرش اصلا اقعد ازقها من مكانها. بس ده غصب عن، ده بوجع وبتعب وبألم، مش بمزاجي. فانت اعمليها بمزاجك احسن ما بعد كده تعمليها غصب عنك. عايزه اقول لكم يا حبيب قلبي، النهارده بقى انا بصراحه ما كنتش قادره اطبخ. يعني انا شوفوه عشان قمت من النوم وخرجت ومشيت. انا بالنسبه لي المشي مشكله، وخرجت واتحركت ومشيت ورجعت وبتاع، خلاص طاقتي تحسوا ان هي بتنفذ. بجد ما عادش عندي مجهود زي الاول كتير، فما عادش قادره اعمل حاجه. فقلت ايه، انا كان عندي صدر الفرخه اللي انا كنت عاملاه مع المكرونه يوم الخميس، فقلت اما اعمله كده ايه زي فرايد تشيكن كده، ونعمل في سندوتشات خلاص وخلاص. يعني نمشي اليوم على كده، وكل واحد ياخد له سندوتشين. والحمد لله. عايزه اقول لكم اصلا انا باكل واحد وبفيص. يعني العيال بيقعدوا يقلوسوا عليا، تفيصتي يا ماما؟ اقول لهم والله ما عدت قادره. انا اكلت واحد وخلاص، التاني بقى سبته بعد ما خلصت شغل اكلته. ولينا برضو ما فيش لنا، بتاكل نص واحد وما بتقدرش تكمل حتى نص التاني. نص التاني اكلته بالليل، يعني انا اكلتها ضعيفه. ومحمود برضو اكل واحد وخلاص. فيعني عايزه اقول لكم يعني عشان ايه كده تشبع. على والله العيش ده اصلا بيكتم، العيش الكايزر ده كبير ما شاء الله. الرغيف اصلا شايفين قد ايدي وبيكتم. فحمرت بقى الفراخ بتاعتي. طبعا كنت متبله الصدور وعملتها كده في الخلطه بتاعه الفريد تشيكن. وكان عندنا كاتشب، قطعت طماطم وفلفل وبصل. وما كانش عندي جبنه بقى بتاع السايحه دي، فحطيت موتزاريلا. قلت هي من حراره الفراخ هتسيح، ونمشي بقى على كده. طبعا الولاد قالوا عايزين حاجه ساقعه، قلت لهم يلا ما يضرش. عايزين كاتشب يا ماما. ابني راح جاب لي جينكل ب 80 جنيه. محمود محمود ابني دي ما يمسكش فلوس. خد ال 200 جنيه رجع لي بهم طايرين، جاب لي كاتشب وجاب لي حاجه ساقعه من الازازه الكبير. ايه هي يا حبيبي، هو انت بتجيب الحاجه من الكبيره وخلاص؟ رجعهم يا محمود. يقول له والله ماني رايق يا حبيبي، يهديك يرضي، والله ماني رايق. قلت له ما هو سايب. بعد كده انا كنت اديته 50 جنيه، كان جيبها على قده. تقولوش شاف الفلوس كده. يلا هنقول ايه بس. الحمد لله. طبعا كانت لينا اكلت الاول، وانا لسه بحمر. اول قطعه طلعت عملت لها الاول، لان كان وراها مكتب عشان راح المكتب بتاع التحفيظ. واكلت وخلاص بقى ايه، عماله خلصت كده ورتبت. كانت هي مشت وعملت كده الفراخ، ورجعت بقى على طول علشان خاطر ايه اشوف الشغل بتاعي. انا اللهم صل على النبي. ما كانش عندي اوردرات كتير، كان عندي تورتايه وكباط بس، ده اللي كان عندي النهارده. فانا ضربت الاسبونشات قبل ما اعمل الغدا، بعد كده سبتها تبرد. عملت الغدا، اتغدينا. الاوردر ده كان هيتسلم. انا بصوا هقول لكم حاجه، هو المفروض كان يتسلم الساعه 6، بس انا والله العظيم اما عملنا اللحمه واحمد راح وزعها ومش عارفه ايه، بجد انا ما قدرتش اقوم. يعني ما قدرتش اقوم اشتغل على طول او اعمل اكل على طول. انا فضلت قاعده بجد مش قادره اقوم. بعدين ايه، قمت بقى عم خلاص، اللي هو انت في اخر لحظه انت مش قادره. فقمت بقى ايه، اتحركت بقى يعني ايه، سميت الله كده وقلت يا رب عني وقويني. وقمت بقى ايه، عملت لهم الغدا. ضربت الاسبونشات الاول، بعد كده عملت لهم الغدا. بعد كده بقى ايه، احمد بقى طبعا قال لي انت مالك النهارده ماما؟ قلت له انا مش متظبطه خالص، انا عايزك تساعدني النهارده. عايزه اقول لكم ان الولاد بتبقى ممكن لو انت عودتهم على المساعده من صغرهم، بعد ما بيوصلوا لسن معين بيساعدوكي من غير الطلب. بعد ما بيوصلوا لسن بقى مراهقه وبتاع، لا ما عادش برضه يساعدني بصراحه. يعني حتى لو شايفني محتاجه مساعده لازم انا ادعي عليه واقعد اقول له تعالى ومش عارفه ايه كده. مش ما عادش زي الاول، هو بيبدر ان هو يساعدني، وما بيلاقيني بعمل حاجه يلاقي يجي يقف جنبي، وما حاجه تتوسخ جنبي او حاجه بتاع الاقي جاب الفوطه وبمسح. خلاص الحاجات اللي مش هستخدمها ياخدها ويروح يشطفها على الحوض. يعني كان الاول الحاجات دي بيعملها كده من نفسه من غير ما نطلبها. دلوقتي ما بيعملش، وممكن اطلب مره واتنين، وممكن اطلب ويقول لي مش عامل، انا مش عامل حاجه.
فبس هو اما بيلاقيني بصراحه يعني تعبانه خالص ومفيش ومتزرزره، يعني اصلا لما بكون عندي شغل بصراحه وتعبانه ببقى خلقي ضايق، يعني ببقى خلقي ضايق، انا عايزه اطلع شغلي، انا عايزه اعمله، مش قادره، فببقى متضايقه ومتنرفزه. فهو بيلاقوني عارفين متنرفزه، واللي بيجي يكلمني بهب فيه. فهو كده اما بتكون انت الواحده مضغوطه وتعبانه، وراكي شغل وراكي حاجات كتير، ويجي اي حد ان شاء الله يا رب حد يقول لك سلام عليكم، هتقومي هبه في وشه. انا اللي بقالي فتره كده بقى اي حد بيكلمني بهب في وشه، خصوصا لما بكون تعبانه، يعني خلاص يعني هتحسوا ان الواحد ما عادش متحمل كده زي الاول. فربنا يهدلنا الحال يا رب. المهم يا حبيب قلبي، طبعا انا بعد الفطار قعدت اصلا جهزت الاشكال بتاع عجينه السكر اللي عملها، وده برضو عطل لي اليوم شويه، لان الشكل ده كان اول مره اعمله، واخد مني وقت كبير على ما ظبطته. يعني ما كنتش قاعده بريح يعني ومدده وماسكه التليفون ولا حاجه، لا انا كنت قاعده بعمل الاشكال بتاع عجينه السكر، بس اخدت مني وقت كبير وما كنتش قادره اقوم بقى، يعني قعدت ريحت بقى، قعدت على الارض. وهنا بقى ايه، الحمد لله قفلت الكبات الاول وحطيتها في العلب بتاعتها، طلعت علبتين فوق عند سلفتي وعلبه تحت. واللي هتقول لك يا بنتي يا ام احمد انت عيبه ما تروحي تودي الحاجه عند الجيران، يا اختي عندي سلفتي مش عندي الجيران، احنا ما عندناش جيران، احنا عندنا عندي سلفتي. وبعدين ربنا يسهلها يا رب، انا وصيت الراجل هيجيب لي في فريزر صندوق، لان بصراحه الامكانيه ما تسمحش ان انا اجيب فريزر ب 27,000. لو بصوا لو عملت انا بعصر نفسي بقالي من يوم الفريزر بايظ من رمضان، انا بعصر نفسي من رمضان اجمع بس مقدم مش عارفه اجمعه. فانا هجيب واحد صندوق وايه، واللي معايا هعطوله واقول له يتحملني شويه، وربنا يسهلها يا رب. ايه أنا يعني انا بتامل في ربنا ان انا ما اتزنقش وازنق نفسي، يعني انا بصراحه يعني ده البير وده غطاه، الواحد بيبقى عارف اللي داخل ايه واللي خارج ايه. ما بحبش اضغط نفسي، بس خلاص ما عادش فيه ان انا اصبر، انا لازم اجيبه، لان بجد متبهدله في الشغل، لازم اجيبه باي طريقه. فانا هجيبه ورميت حمولي زي ما بيقولوا على ربنا، وخلاص يعني ان شاء الله ربنا هيبقى معايا وهيبقى جنبي وهسده وهتعدي باذن الله، انا على يقين بكده. طيب نقطة تانية، اللي قالوا لي انت جبت فرش الكنب منين، انا رحت للراجل عشان اسأل على الفرازرات واشوف الاسعار واتفق معاه، فلقيت دي. وانا بصراحة من زمان عايزة اغير، اللي عندي اصلا اتسعت قوي، مجرد ما تقعدوا عليها تقوم متزحلقة ونازلة، لان هي اتسعت خالص. فكل شويه احنا بنعدل فيها، كل شويه احنا بنعدل فيها، ما عادش مقرطه زي الاول، كانت ماسكه. الوقت اتسعت قوي قوي، بقت كبيره على الكنب، وبتقعد كل شويه تتزحلق، وشكلها بقى مش حلو، كل شويه تلاقوها مدلدله على الارض ومتنعكشه، طول الوقت تلاقوها متنعكشه ومش حلوه. وانا كل شويه نقعد نسوي فيها، كل شويه نقعد نسوي فيها. فقال لي خدها قيسيها، فانا المفروض ان انا خدتها عشان اقيسها، بس ما خدتها، ما عادش رحت له بقى. ما عادش رحت له بقى، قال لي ما الفريزه دي جه هبعت لك كنت خدها قيسها ورد عليا، فانا ولا عدت رحت له ولا عدت رديت عليه، وخدتها فرشت. حتى سلفتي بتقول لي ده انت سريعه، يعني جبتها فرشتها على طول، ما انا جايباها فرشه وانا جايباها عنها، عشان بيقولوا كنت سيبيها للعيد يا ام احمد، يا اختي احنا فين والعيد فين. وقولوا لي بقى تسلم ايدك يا بنتي يا ام احمد يا فنانه.